الزيت في الجورنال بيرنج مش بس بيشحم السطح، لكنه بيقوم بعدة وظائف مهمة زي تقليل الاحتكاك بين العمود والجلبة، وتشتيت الحرارة اللي بتنتج من الدوران السريع، وطرد الشوايب أو الرواسب اللي ممكن تسبب تلف للسطح. بيتم توصيل الزيت للبيرنج إما عن طريق مضخة زيت مضغوط أو بطرق أبسط زي حلقة زيت أو فتيل، والهدف من ده إن الزيت يكون موزع كويس على كل سطح البيرنج. طيب من حيث اللزوجة أو الفيسكوستي وتأثيرها على أداء البيرنج، فاللزوجة هي أهم حاجة في اختيار الزيت، وبتعتمد على سرعة دوران العمود ودرجة حرارة التشغيل والحمل على البيرنج. لو اللزوجة واطية جدا، الزيت هيكون خفيف ومش هيقدر يكون طبقة عازلة كفاية بين العمود والجلبة، وده هيؤدي لاحتكاك معدني وتآكل سريع. ولو اللزوجة عالية جدا، الزيت هيقاوم الحركة أكتر، وده ممكن يولد حرارة زيادة ويقلل كفاءة